ايه هي الفاكهة اللي بتتاكل في رمضان قبل العصر؟ بتتاكل في رمضان قبل العصر؟ اه بالله عليكي جاوبي. بطيخ. بطيخ. مستر اكس امام كله بالبطاطس عامل لكم تحدي من داخل مستر اكس. اللي هيجاوب على الاسئله ده، لو هو ما جاوبش على الاسئله كسبان معانا. لو هو جاوب على السؤال تمام، انا هطلع هديه حاجه من الثلاثه او ثلاث حظاظات من الناس اللي هتعمل شير وكومنت وتعمل اشتراك عندي واشتراك عنده في القناه. تمام. لو هو اللي كسب انا هتكفل انا بهديه. ايه هي الفاكهه؟ تعالى لي. ايه هي الفاكهه اللي بتتاكل قبل العصر في رمضان؟ اه الفاكهة اللي بتتاكل قبل العصر في رمضان. ايوه. يعني على حسب، يعني في مثلا ممكن واحد يعني بيحب مثلا ياكل فراولة قبل العصر، بس دي ما يعني هو ايه، بيقوي بيسلي صيامه يعني مش اكتر. بيسلي الصيام. بس. عايز اقول لك في حد فعلا هيجي وهيستلم الجايزه اللي هيختارها. ماشي كل ماشي. جايزه وهيختارها. وعلى فكره معظم الناس عارفه ايه هي. يعني انا مش الوحيد اللي اللي ما اعرفهاش يعني. الفاكهة اللي بتتاكل قبل العصر في رمضان. الفاكهة اللي ايه بتتاكل قبل العصر في رمضان معروفة طبعا، اكيد يعني اكيد اه كلنا اكيد عارفينها، يعني اكيد مين اللي كلنا مش عارفين عارف اه. الفاكهة اللي بتتاكل؟ الفاكهة اللي بتتاكل قبل رمضان. احنا نكسب واحد او واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاكهة اللي بتتاكل هي مستحيل تكون فاكهة، يعني مستحيل مش بطيخ ولا كمثرى ولا حاجات دي، مش فاكهة صح؟ اه. ايوه. طب فجاه. فاجئني بايه؟ لا هي فاكهه. فاكهة. الصلاة على النبي. فاكهة بتتاكل طماطم مثلا؟ طب مفيش اي حاجة؟ لا مفيش اي لا امل، لا. لا لا لا. حسبي الله ونعم الوكيل. طب تحب بقى تقول لهم ايه؟ والله يعني وروني نفسكم، هاتوا لي الفاكهه اللي بتتاكل قبل العصر في رمضان دي، انا بصراحه مش عارف، عملت اللي عليا.